هو الخبر ده بجد؟ ريال مدريد يدرس التفاوض مع اللاعب المغربي الدولي نيلي العناوي او نائل العناوي ايا يكن النطق. لاعب المغرب اللي شفناه كلنا في بطولة افريقيا اللي فاتت، من اكتر اللعيبه اللي لفتت نظري بصراحة في منتخب المغرب. لعيب بيلعب ديفندر او بيلعب في نص الملعب كده، اللي هو من الاخر بيفسد لك اي هجمة. هو ده نيلي العناوي. رجله ملهاش حل، تمريراته ملهاش حل، بتوصل مسطرة. وانا بصراحه كنت متعاطف معاه طول البطوله، لاني عرفت قصه كده معينه عنه، ان هو اسرته مش معاه، وان هو لما بقى كان طفل واتولد وكده وملقاش اسرته وفي حد اتبناه، وقصه كده ملناش دعوه بيها. ولكن بصراحه صفقه لو تمت المغاربه ممكن يعيشوا عليها مدى الحياه. ما اظنش ان في مغربي قبل كده راح ريال مدريد، لو يعني تاخدني الذاكره. ولكن نيل العناوي بصراحه كواليتي عالي جدا، شفناه كلنا في افريقيا. لو راح يلعب مكان تشاوميني او كامافينجا، انا شايف بصراحه ان ريال مدريد دلوقتي ما عندهاش لاعب في الستايل ده، ما عندهاش لاعب اصلا برجرينتا ديت في المكان ده بالذات. كان في كاسيميرو، ولكن انا بالنسبه لي نيل العناوي يعني كواليتي كامل متكامل. لاعب بيبني لعب، لاعب تمريراته يعني اغلبها صحيحه، عنده روح ملهاش حل. نيل العناوي دوت اللي في النهائي اتصاب ونزل وكمل. اتمنى الصفقه تتم وديما المغرب.